ازيكم يا أصحاب اصحابنا؟ عاملين إيه؟ عاملين ايه؟ ازيك يا اللهم حبيبي؟ صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في بداية كل فيديو بنعمل ايه؟ بندعي لاخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي كل بلاد المستضعفين اجمعين، ربنا ينصرهم يا رب ويطعمهم من جوع ويأمنهم من خوف. ربنا يطعمهم من طعامنا يا رب كده وياكلوا زينا ومن طعام الجنة بإذن الله. احنا النهارده عملنا ايه بقى يا حبيبة؟ كان نفسهم خالص في الطاجن الرز المعمر. انا مش بعمله كتير يعني بصراحه، فايه كان عندي لبن الحمد لله وكل حاجه فروحنا عملناه. هنطلع ومعاهم ونحطه ايه في كام الطبق. حته لحمه كده فضلة خيركم. اتفضلوا معانا. ايه رايك ممكن تروح حاطط تملح اللحمه وتاكلها كده؟ ايه رايكم يا اصحابنا؟ بصي. هما بيحبوا خالص الرز المعمر دوت، فعلا بيبقى طعمه جميل بس هو دسم. بياخد لبن كتير وشوية زبدة كده وملح وفلفل اسود، يعني كده بيبقى أكلة حلوة كده. اتفضلوا معانا يا اصحاب، قولوا رايكم بقى لاصحابنا عشان طعمه اللي مش جميل. بيحب الرز المعمر يقول ايه رايه، يعني حبه ولا لا. هتحبوه ان شاء الله جميل. لما تعملوه هتحبوه. هو سهل وبسيط جدا يا حبيبه، صح؟ مش عليها. المفروض كنت تقفي معايا وتعمليه معايا عشان تفتكريه وتعمليه انت لوحدك؟ احنا عملنا ايه؟ جبنا كوبايتين ونص رز او زي ما انتوا عايزين براحتكم، نص كيلو بقى او كوبايتين، واللحمه ما شاء الله. بعد كده عملنا ايه؟ غسلتهم كويس ولو عايزه تنقعيهم شويه عادي، ورحت حطيتهم في الطاجن بعد ما دهنته بسمنه. عايز تطلع طلع في الطبق يا ادم بتاعك. ماشي. وايه تاني؟ دهنت الطاجن كويس بسمنه، وبعد كده ملحت الرز في الطاجن بالملح وفلفل اسود، وبعد كده حطيت عليه 3 كوبايات لبن، يعني كوبايتين رز او كوبايتين ونص عليهم 3 كوبايات لبن وكوبايه شوربه لحمه. لو مش عندك خلاص ممكن تحطي كوبايه ميه عاديه، يعني ميه بتغلي من الكتل. تمام. وهنملحهم كويس ونحط الفلفل الاسود ومنحطيش كتير. تمام. وهنحطهم الاول تحت الشوايه، ونسيت اقول لكم ان احنا بنحط عليهم معلقتين قشطه كده بتاعه اللبن، ولو معلقه سمنه بلدي كده او زبده على الوش. تحطيها الاول تحت الشوايه، وبعد كده ايه يا هو اصحى. حد يبقى عنده ضغط ياكل الاكل ده؟ وبعد كده ياخد ايه بقى؟ نطفي الشوايه اول ما يحمر كده الوش، وبعد كده نروح ايه؟ مولعين الفرن من تحت. بس هو ما شاء الله طلع حلو وجميل، يعني ايه رايكم في طعمه؟ جميل يا جميل. حبيبي. بألف عليها. هنا. بالهنا والشفا. هو بس دسم يا اصحابنا، دسم. انا بحب الدسامة. هما كانوا جعانين من بدري، ده احنا الوقت بيتعشوا او بيتغدوا غداهم وعشاهم الساعه 10. وادم هيخلص امتحاناته يوم التلات، شدوا حيلكم وذاكروا كويس ما تغلبوش بابا وماما. انا خدت نفسي. يلا الاكل حلو. جميل. بألف هنا وشفا. ماما كان في ايد ان انا ربنا اخلص يطعم الامتحان. اهل غزه يا رب وفلسطين وكل اخواتنا يا رب واصحابنا يا رب، ربنا يطعم